السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده اشارككم الروتين بتاعي في المطبخ. هعمل اكلتين، يعني هجمع ما بين اكلتين اول مره اعملها، فعلى طول بعمل يا دي يا دي. فتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. وقبل ما نبتدي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تحرمناش من اللايك بتاعك، ولو عجبك الفيديو ولسه ما اشتركتش في القناه اشتركوا في القناه واعملي لايك. طبعا ده فضلا وليس امرا، بس انا دعمك يسعدني. هنبتدي بقى ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كده جبت حله هي سخنتها كويس قوي على النار، وكنت شاطفه اللحمه وحطيتها عليها، وحطيت بصلايه اهي قطعتها نصين، وحطيت بقى كبابه صيني وورق لورا، وحطيت جزرايه بس هي مش باينه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وحطيت حبهان وفلفل اسمر اللي هو الحصى، وشوحتهم كويس قوي لغايه اللحمه لونها مع اغمق كده اتحمرت، يعتبر كنت مديها زي تحميره. وبعد كده كنت غاليه ميه وقمت كبها عليها. لما بتعملي كده حته اللحمه تحس ان هي بيبقى طعمها يعني احلى من لما بتسلقيها على طول. انا بحب اعملها كده على طول. وحطيت عليها بقى اهو معلقه سكر، معلقه اللي هي الصغيره. السكر ده بينفشها، ما تخافيش مش هيبان اصلا في الطعم بتاعها ولا في طعم الشوربه. لما صلى على النبي. وجبت هي بقى حله تانية، نقلت بقى اللحمه كده على العين اللي جوه. وهحط هنا ادي جبت حله حطيت فيها حته سمنه، وكنت مغسله الباميه ومقمعاها. وبحب بقى ادي الباميه كده تشويحه. برضو هتشوفوا دلوقتي هعملها ازاي. ده كده تشويحة. وبعد كده بقوم ماسكة بصلاية مخرطاها عليها اهو زي ما انتم شايفين اهو كده. وشوحها شوية، وبعد كده هقوم صب عليها الطماطم. برضو كده البامية بتبقى طعمة جدا، تحس ان هي مسكرة. هي البامية عامة نازلة بصراحة السنة دي حلوة قوي اهو زي ما انتم شايفين اهو كده. الطماطم اهي قمت صبها عليها. الطماطم دي انا الاول اديت لها غلوه على النار، وبعد كده قمت عاملاها عندي هاند بلندر، بقوم عاملاها بيها على طول. ما بستناش بقى لما بتبرد ولا حاجه. فلو كنت بحطها لو بتحطيها في الخلاط حطيها لما استني لما تبرد الاول، عشان ما تبوظلكيش الخلاط يعني. وحطيت عليها هو معلقتين بابريكا. هي الطماطم كانت حمرا وحلوة، بس أنا بحب أحط معلقتين البابريكا دول بيدوها حمار أفضل يعني أحلى. كده بقى بتبقى مش محتاجة أصلا إن هي تغلي كتير ولا حاجة، هي غلوة واحدة وبقوم طفيه عليها. أدي هي كده خلاص، هي أصلا يعتبر خلصت. لسه بس هحط لها اللحمة. بتبقى أنا عايزة أقول لكم بتبقى زي ما يكون مسكرة، يعني طعمها بيبقى طعم جدا. ادي بقى جبتي البامية هي الملوخية اللهم صل على النبي. وبرضو الشوربة كانت سخنة بقى ومولعة على العين التانية هون لسه على اللحمة. فحطيت حبة شوربة وحطيت عليهم يعني شوية توابل والكلام ده وفلفل أسمر. وحطيت مرقاية برضو. وحطيت عليها بقى البامية الملوخية. أنا مش عارفة ضاربة معايا بامية ليه في دماغي. حطيت عليها الملوخية وخليتها خدت غلوة. وهي وجبت الطبق ده وحطيت فيه حتة ليا كده. انا لازم حتة الليا دي لازم، انا ما باكلش الملوخية من غيرها. وبحط عليها شوية زيت برضو. ولما الاول بحط الليا، ولما بلاقيها بتسيح كده وبتبقى كور كده صغيرة خالص خلاص صحت يعني من بعضها، بقوم حط عليها شوية زيت. وبعد كده بحط التوم بقى. عندك كزبرة حطي برضو شوية كزبرة. انا ما كانش عندي بصراحة فما حطيتش. بس انا يعني انا بعمل الملوخيه لو عملتها بالطريقه دي كده، لو حطيت عليها حته اللي دي بصي يعني هي بتطعمها لوحدها، مش محتاجه كزبره ولا الكلام ده كله. بس طبعا لو عندك شويه كزبره حطي. مش هتخ... مش هتخسر يعني. وبسيبهم بقى كده لما حطيت الثوم، وهسيبهم هما لما يتشوحوا كده.
اصفر التوم قمت حاطه الطشه دي بقى. بصي اشهقي بقى واعملي اللي انت عاوزاه كله في الطشه دي. وبعد كده بقوم واخده كبشه كده اقوم حطاها في قلب الطبق، بلم بيها اللي في الطبق. يعني انا ساعات بشربهم اصلا، الحبه اللي انا بحطهم في الطبق دول كده بقوم شاربيهم. بس كده كده الباميه معانا خلصت، اديتها بس اهي تقليبه كده ان هي تتمزج بس مع بعضها، وخلاص على كده الباميه. الملوخيه معانا كانت خلصت. او بحط على الملوخيه رشه كربوناتو برضو، بتخلي الخضار بتاعها حلو. شلت بقى الملوخيه هي، وبعد كده حطيت جبت ربع كيلو شعريه وحطيت، شوحته الاول في حبه في حته سمنه وشويه زيت. انا بحط ليه شويه الزيت دول على الرز بيخلوهم فلفل، انما لو انت ممكن تعمليه بسمنه عادي. الرز هو بقى خلص، زودته شويه شوربه برضو خلص. ودي الباميه هي الملوخيه بسخنها، ودي الباميه برضو بسخنها. انا كده كنت بسخنهم اصلا، الرز كان خلص معانا. ودي حطيت فيها اللحمه، انا بحب احط اللحمه في الطبيخ، بحب اكل اللحمه وهي شاربه من الطبيخ بتاعها كده. بس طبعا في ناس كتير قوي بتحب تاكلها في الشوربه. وادي المخلل بتاعنا، جبت بتنجان وقطعته حلق حتت كده صغيره اهو، بصوا زي كده، وحمرته. وبعد كده قمت حاطه